ان شاء الله هنخليه يتحرك برضه في السلاسل. طب استاذنك ماشي استاذ يوسف 128 كويس. امال يعني ما نعرفوش ايه اللي هتقدمه له بقى؟ والله بص احنا بس عايزين نيجي بلدنا هو يشوف ايه اللي هنعمله. هو ان شاء الله جاي يوم 18 19 20 الشرقيه. يوم 18 19 ننزل لي زقازيق، ما احناش رايحين الزقازيق، عايزين نسكروه. هقول لك حاجه، نشوف ايه اللي هنعمله ونمسك. وعد مننا كاعضاء حمله، لو كان ان شاء الله الوقت يسمح ان هو يلف الشرقيه كلها هنخليه يلف الشرقيه كلها، وهو هيلف على رجليه على فكره، مش هيقعد في مؤتمرات كده. لو تقدر توصل له قول له يعني 90% من الزنكلون شباب الزنكلون معاه. عاوزين نخليها 100% ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك. صارني بس يا حبيبي والنبي يا حبيبي الله يخليك، بس عشان لسه طريه عشان مش تبوظها. تعرفوا الراجل ده؟ تعرفوه؟ لا يا عم الحاج، تعرفوا عنه ايه؟ لسه الاستاذ دلوقتي بيتكلم لنا عنه دلوقتي. تمام ايوه. وكان بيتكلم على الفساد في مصر ايام ما كان طالب في الجامعه. بالظبط، دي معلومه كويسه. وراجل اتحبس 17 مره عشان خلص كلمه الحق. امال يا عم يبقى ده حد يكون افضل. برنامج كويس وهتلاقيه هو متوافق مع حال وشعب مصر، لكن بالنسبه للدستور البرنامج يعني الستبس وقوانين. الخطوات اللي هياخدها حضرتك عشان يمشي عليها من صحه لزراعه لتعليم تمام لصناعه الكلام 100 يوم يا فندم، الكلام ده في 100 يوم، ولو اثبت عكس 100 يوم البرنامج السياسي بتاعه هيستقيل تماما. خلاص، لكن بالنسبه للدستور، الدستور دي قواعد حضرتك يعني حاجه ثانيه خالص بنتكلم عنها، يعني دي قواعد وشؤون مصريه على مر السنين لغايه ما الدستور يتعدل مره ثانيه. ما شاء الله ده واحد يعني تمام فيهم، ناشط فيهم. تمام، عامل شكر راجل. نعرف الناس مين حمدين صباحي، راجل قبل الثوره زي بعد الثوره، راجل كلمته واحده، اعتقد 17 مره وله حركته برضه، ده المشروع بتاعه. خلاص راجل هينزل الزقازيق، هيعمل لها 3 4 ايام ان شاء الله هيلف فيها الزقازيق كلها، وان شاء الله هنعرف الناس مين هو هيتكلم معانا. خلاص شخصيه. طبعا بقى حمدين صباحي ده انا مقتنع بيه. لا يا حبيب قلبي من قلبي والله. ايه ده مين اللي اولا حمدين صباحي ده راجل بولع السجاره، راجل عنده مبدا. بص صاحب مبدا، اكبر صاحب كلمه والله. ها ربنا يخليك، راجل صاحب مبدا وصاحب كلمه. وبعدين حمدين صباحي راجل صوته جريء، يكفي ان ايده بيضه، لا ارتشى ولا جاب الرشوه ولا جاب المنصب، وكان في ايده انه ياخد اي منصب في العالم. الراجل ده اقول لك اول ما يمسك 3 شهور هيعمل حد ادنى 1200 للموظفين يقدمون 1000 جنيه، هيعمل 500 جنيه بدل بطاله لكل شاب عاطل من 18 سنه زي السعوديه وزي ليبيا زي ما كل الناس اللي نزلت مطبقه بتاع ده. هيشيل ديون الفلاحين من اول 5 فدادين لغايه فدان، هياخد 10% من ثروه كل واحد يمتلك اكثر من 50 مليون جنيه زي نجيب سويرة زي ناس كبيره ابو العين، هي مره في العمر بس. هيدعم كل الاسره كل المؤمنين. السلام عليكم. فاحنا جايين نوعي الناس بس. عشان كده والله انا حاطط الدعم دي النهارده عشان لو حتى ثواني. بتصور ايه بقى؟ بتصور معانا هو بيصور ليه اصلا؟ انا عايزه اعرف.
انا واخويا وابن عمي وربع عيله مثلا نمشي، يعني نطلع من الحزب الوطني عيله تمشي البلد، هم الاخوان دول يعتبر عيله واحده. اكيد يا احنا فندم. بنعيب على الناس، نيجي احنا نعمل كده، فالواحد اصلا مخه برضو احنا ادينا الناس دي في هو الثبات. الراجل ده كويس جدا يا فندم، هو من كفر الشيخ. لا هو مشهود له اصلا من زمان. لا احنا على فكره ما نعرفوش شخصيا وما نعرفش، بس بقى ايه الصيت بتاعه ايام الثوره ناس بيقولوا الراجل ده راجل محترم، وكان الناس بقى قبل ما يرشح نفسه الرئاسه برضه كانوا بيقولوا مثلا ايه ده حمدين صباح دي ينفع يبقى اهم رئيس. حاجه يا فندم انت تعمل صوت سياسي في البلد، حضرتك تكون زينا بالظبط، تعمل اجتماعات، تحاول تعمل في المضيافه اللي عندكم اجتماعات وتكون زينا بالظبط يعني اجتماعات احنا كشباب تطوعات احنا بنكلم بعض تطوعات. برضه ايوه مثلاً ايوه معايا حضرتك كده. تعمل اجتماع عشان اكدب عليك اقول لك انا قاعد ناس في المضيافه واقول خلي بالك في ناس كتير، الناس برضه ما ده يهمنيش. بالعكس، ده ايمان الوليد وانا واحد تاني وانا واحد تالت ده احسن من المضيافه. بالظبط. حضرتك تقرا بس البرنامج ده هو السياسي. المضيافه ده تقول لك ده اقبض فلوس من الناس هي لا جابني. يا فندم احنا الحمد لله متطوعين، لا مش على لا كده. يوجد شبهه لغايه الان. انا بقول لك لو انا عملت كده دلوقتي مفيش اي حاجه اهو يقول لك ده انت واخد. تعالى شوف الشيء ده مفيش صورة توصل معانا في مجموعة هنا كم لازم احط صور تليفونك